السلام عليكم يا اخوانا. نرجع نحكي عن صاحبنا عوض الله اللي رفدوه من المزرعه وشخ في المزرعه. فعوض الله طبعا بعد ما اترفد من المزرعه قام في واحد كلمه وقال له يا اخي عندك شهادات، وانت طبعا قلنا عوض الله خريج زراعه يعني عنده شهادات. فقال له يا اخي قدم في المنطقه الجنبنا دي، يعني المنطقه هي منطقه صغيره كده ما مدينه كبيره، وقال له قدم في مكتب التعليم بيعينوك. فعنده حوجه للمعلمين. المهم مشى قدم لمكتب التعليم عينوه. طبعا عينوه ادوله مشى للناظر. الناظر قال له يا اخي هتشتغل كشكول بتاع، يعني استاذ بتاع كشكول عديل، بتدرس اي ماده يدرس في فصل يديهم دين، فصل يديهم حساب، رياضيات، فصل يديهم عربي كده، جغرافيا. فالناظر يقول لهم شاد ذاك الفصل ذاك اديهم جغرافيا كده. فالمهم بقى واصل في شغله ده. فيوم بيدرس في حصه في فصل بيدرس فيهم دين. وفي الحته دي يلا عشان القصه والحكايه يعني تقع عليكم، في حاجه لازم نوضحها. اي سودان بيجي ليبيا اسمه مزمل، طوالي ثاني يوم بيغير اسمه من مزمل، بيقول انا اسمي احمد يا محمد، لانه اسم مزمل هناك عيب. يعني مزمل، زامل، الكلمه دي عيب واساءه، يعني اساءه يعني. زامل دي يعني جاي، فدي نبذه يعني. فما ممكن يقوم زول يقول اسمه مزمل. فحتى اتذكر لما جات القنوات الفضائيه الجديده، الدش دخل في ليبيا وظهرت قنوات فضائيه الاي ار تي والام بي سي. فتلقى الاسره شغالين بيحضروا في مسلسل كده في الام بي سي، فجاه كده تجي دعايات بتاعت مكيفات الزامل، مكيفات الريموت وين الريموت؟ تقفل حول شيت يجيروا لك الكوبسي ورا من التلفزيون. بعد ذاك صاحب رب الاسره بيكون ماسك الريموت كده، يعني بيكونوا مركزين. اول ما تجي الدعايات مكيفات شك بحول لقناه ثانيه. ف وقعت لكم كده كلمه المزمل وزامل يعني. فعوض الله، يلا نرجع لعوض الله. عوض الله بيدرس في الدين. كان عم بيتكلم عن الوحي والسيره الذات والسيره النبويه والوحي وما اعرف شنو. المهم جات السيره قام جاب شنو؟ قال يا ايها المزمل. الطلبه كلهم بيضحكوا كده ضحكات كتاميه. تاني بقى يقولوا يا ايها المزمل. قام لما ضحك كتير قال لواحد اجيب على عينك قول يا ايها المزمل. الولد قام ضحك ضحكه كبيره كده، قام شاكل الولد ولا اطلع يلا. الولد امشي هناك لابوه بات يقراه السوداني، قال لنا شنو زعم المزمل، يقول لنا في كلام مش باين يقراه. الابو طوال اتملوا جا للناظر. شنو يا حضره الناظر هذا شنو اللي فالط اللي يدير الاستاذ السوداني هذا؟ انت كيف يقول للعيال كلام مش باهي؟ الناظر قال له باهي باهي، تو انت عدي تو نشوف المشكله هذه نحلها باهي. المهم الراجل مشى. الناظر نادى عوض الله. عوض الله تعالى، شنو درست اليوم؟ قال له درست دين. اعرفك درست دين. شنو الصوره اللي درستها؟ قال لي درست صورة المزمل. يا راجل ما لقيتش غير هذه الصورة المسخة. استغفر الله العظيم. عوض الله قال له استغفر الله العظيم، ودي استغالتي وتخارج ركب البحر جاي اوروبا هنا. اقعد عافية.